مساء الخير. الحقيقه ان احنا من سنتين ثلاثه كده كنا بنقعد نقول هو احنا يا جماعه مفيش مسلسلات من رمضان لغايه رمضان اللي بعديه، مسلسلات عماله تتعاد مفيش حاجه جديده، مفيش مسلسلات بتنتج، مفيش موسم موازي، فاكرين الكلام ده؟ لكن الحقيقه الفتره الاخيره وتحديدا سنه 2022 او الفتره اللي فاتت دي كلها كان عندنا عدد كبير جدا من المسلسلات على غير المعتاد، بيوصلوا تقريبا ل 33 مسلسل. متخيلين عدد المسلسلات؟ فده معناه عجله انتاج دايره، فرايتي وفي تنوع على الشاشات. ده اللي هنرصده في الريفيو النهارده. مش بس هنقول اسامي المسلسلات دي، ومش بس هنقول الافكت بتاعها او الصدى بتاعها كان عامل ازاي، لا كمان هنشوف الرساله او الكونكلوجن ده في اخر الريفيو. كان عندنا مسلسل الثمانية، أول مسلسل يكتبه تركي آل الشيخ، والحقيقة إن هو كان إنتاج ضخم جدا، وكان بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي وغادة عادل وريم مصطفى، عدد كبير جدا من النجوم. كان 8 حلقات اتذاع على منصة شاهد، والحقيقة إن اختلفت الأقاويل حوالين المسلسل ده نتيجة الأكشن الكتير والأحداث الكتير ودخول ماسونية ودخول منظمات وعصابات، خلت الناس تحس شوية بغربة بالمسلسل ده برغم تكلفته الإنتاجية الضخمة. بنروح لمنطقة تانية، منطقة الرعب الكوميدي، ودي بقالنا سنين ما قدمناهاش بالشكل ده وبالطريقه اللايت اللطيفه دي اللي في نفس الوقت بتحافظ على البالانس ما بين الرعب وما بين الكوميديا. قام ببطوله المسلسل دوت مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز، والمسلسل كان اسمه البيت بيتي. والحقيقه ان هو كان 10 حلقات، حقق صدى قوي جدا مع الجمهور عشان فكره الاختلاف اللي احنا اتكلمنا عليها، وكمان فكره الاتقان، وكان اخراج خالد مرعي. المسلسل اللي بعد كده والحقيقه ان هو عجبني انا شخصيا لانه كان مختلف، مش بس عشان احنا بقالنا كتير ما عملناش رومانس، لا كمان عشان المزج ما بين الرومانس وجريمه القتل او السسبنس. صحيح كان عندنا شويه مشكلات في الايقاع، لكن المسلسل برضو حقق صدى جيد جدا. عائشه بن احمد بنشوفها بشكل مختلف هي وخالد النبوي في مسلسل لامير رمسيس، وهو صحيح فورمات اللي هو مسلسل النزوه، لكن الفكره نفسها كانت جيده، متقدمه بشكل مختلف عن المسلسل الاجنبي. الانسه فرح كمل معانا بجزءه الخامس، صحيح مش نفس النجاح المتوقع والمنتظر للاربع اجزاء اللي فاتوا، لكن كان برضو حقق صدى لطيف على الاقل للمتابعين الاجزاء السابقه ليه. وكان بطوله طبعا اسماء ابو اليزيد ورانيا يوسف واخراج وائل فرج. منعطف خطر بطولة باسل خياط وباسم سمرة وريهام عبد الغفور، عدد من النجوم برضو، وكان عبارة عن 15 حلقة. والميزة اللي في المسلسل ده ان هو مقدم جريمة قتل بشكل مختلف، وقدم لنا مخرج لأول مرة هو السدير مسعود. والحقيقة ان المسلسل من المسلسلات الجيدة التي يجب التوقف عندها. صحيح كان برضو فيها مشكلات شوية، من حتة الإضاءة شوية، من حتة التوهان شوية، من حتة الأداء الأوفر والارتفيشال لباسل خياط. الحقيقه ان هو اللكنه ما ساعدتوش ان هو يبقى ضابط شرطه. عارفين لما يبقى ضابط شرطه ومش مصري، فالدنيا ما كانتش محبوكه قوي. كان عندنا مسلسل تحقيق وبرده لفت الانظار ليه، صحيح ما حققش الصدى المنتظر، لكن كان مسلسل جيد جدا. بطوله طارق عبد العزيز واحمد مالك، وكان بيدور حوالين روايه وجرائم انتحار، فكان في شاب بيحقق في جرائم الانتحار دي. وكان 12 حلقه عندنا واخراج محمد فتحي. نقدر نقول مسلسل مختلف. في اخر الريفيو صحيح هنقول مين افضل المسلسلات من تقييمنا احنا، والحقيقه ان ده بيحلنا لمسلسل والشوضه. ده اخراج مريم ابو عوف، بطوله عدد من النجوم اياد نصار وريهام عبد الغفور. لكن الحقيقه المسلسل حقق صدى ونجاح قوي جدا، لانه مش بس بنروح لمنطقه جديده، مش بس بنشوف الحياه الطبيعيه، اخيرا خرجنا بره الديكورات المصطنعه، اخيرا خرجنا بره الحاجات الحيطان اللي بتلمع والحاجات البراقه تحس ان هي مش بيوتنا المصريه، لا انت مصور هنا في قلب طنطا، فبنشوف طنطا بشكل مختلف حقيقه بشكل مشوق. الموضوع نفسه كان جيد جدا، فاعتقد انه ممكن يبقى من اعلى المراكز اللي هنشوفها في اخر الريفيو. من المسلسلات اللي لفتت النظر لانها كانت مختلفه عن الستايل اللي بيقدمه المخرج هاني خليفه. الليله واللي فيها كان عن قصه خيانه زوجها وتبعات هذه الخيانه، ويا ترى كانت بتخونه ليه؟ طب هو كمان كان بيخونها ليه؟ لفت الانظار بشكل كبير جدا. كان بطوله زينه، والحقيقه ان هو رجع زينه تاني للصداره بعد ما كانت ترنحت كده بقالها سنين ما بتظهرش، مسلسلاتها ما بتحققش النجاح، فبالتالي الليله واللي فيها رجعها تاني لانها تطرح نفسها كنجمه. الليله وفيها تاليف محمد رجاء، والحقيقه انه كان في عدد من الادوار البارزه جدا، علاء مرسي، سامح انور، ان هم يظهروهم تاني او يرجعوا لنا تاني بشكل مختلف. كمان ابي يوسف اول تجربه تمثيل ليه. مسلسل مختلف، واعتقد ان هو ممكن يحظى عندنا بالمراكز الاولى، مش عارفين، هنشوف.
كان عندنا مسلسل المتهمه برضو في مسلسل رعب. لو تلاحظوا ان الرعب معانا بيتكرر، سواء كان رعب كوميدي، رعب بعفاريت، رعب بصرف، يعني الرعب واضح ان هو واخد معانا حيز كبير الموسم ده، واعتقد ان هو هيكمل معانا. انتوا عارفين المنتجين لما حاجه بتنجح لازم يعني بنجيب اخرها. فالمهم ان المتهمه عندنا كان بطوله درة وعادل كرم، وكان اخراج المخرج تامر نادي اللي بيطرح نفسه كمخرج لاول مره. الحقيقه الموسم السنه دي كمان في عندنا عدد من المخرجين اول مره يخرجوا، فده برضو مكسب كبير جدا لمسلسلات المنصات.